السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك وانا مانجا ابو شيكا الزملكاوي. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي، ولو عجبتكم الفقرة ادعموا مجهودنا. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. الزمالك أنهى الاستعداد لمواجهة سيراميكا أمس. أسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لطاقم يضم كل من طارق مجدي حكم ساحة ويساعده أحمد توفيق وعماد العقاد وحكم رابع وائل فرحان، بينما يتواجد في غرفة الفار محمد عادل ويعاونه هشام القاضي. غيابات الزمالك عن مواجهة سيراميكا كليوباترا: محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، سيف الجزيري، أحمد فتوح، أحمد حمدي، مصطفى الزناري، ناصر منسي، سيف فاروق جعفر للإصابة، والبنيني سامسون إيكينولا لعدم عودته إلى القاهرة، ومهاب ياسر وياسر حمد لأسباب فنية. قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا: حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، عمر عبد العزيز. خط الدفاع: حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، أحمد رفاعي، عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف رؤى، محمد شحاتة، زياد كمال، عمار ياسر، ترافيس موتيبا، سيد عبد الله نيمار، وإبراهيم انداي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد عاطف. وفي خط الهجوم: يوسف أوباما، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو. من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم السبت القادم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. أحمد سالم ردا على سؤال هل الجزء الأخير من بيان الزمالك مقصود منه الأهلي؟ لو كنا نرغب في ذكر أحد بالاسم كنا ذكرنا، لكن لأن حدثت إساءات من مجلة الأهلي وأشخاص أخرى في الإعلام وأتمنى أن يترفعوا عنها. وأضاف: كنا نتمنى أن بيان الأهلي يتضمن الاعتذار للزمالك، ولكنما لعلمنا أن حصل عتاب شديد اللهجة لمن تسببوا في الأزمة، والعلاقة الآن بين الناديين يسودها الاحترام. واختتم بقول لجمهور الزمالك: لكم كل الاحترام والتقدير وعلى راسنا، ولكن انتظروا الموسم القادم وشوفوا النتائج. أحمد سالم: سيتم إصدار بيان رسمي خلال 48 ساعة بشأن موقف مشاركة الزمالك في الكونفدرالية. وأضاف: بشأن عودة الزمالك لاستكمال مباريات الدوري من أول يوم قلنا ليس موقف تحدي بل وقفة لمراجعة الكرة المصرية، والنظام أشبه بمن يفعل اعتصام أو مظاهرة، والغرض ليس حرق الشركة بل تحريك المياه الراكدة. وتابع: تم تحقيق بعض مطالب الزمالك والأيام بيننا، وننتظر الموسم القادم ليروا أن مجلس الزمالك كان محق في موقفه، وأصدار الجدول الكامل مكسب، والتحقيق مع الحكام ورحيل بيريرا مكسب، وسنرى ثورة في التحكيم. أحمد سالم طلب ترتيب المباريات: حصل تفاهمات مع النائب أحمد دياب وشرح كل ما يخص ذلك، ولو كنا تمسكنا بهذا المطلب كانت هتحصل أزمة في الدوري ولن ينتهي في موعده. واستعضنا عن هذا الطلب بالإعلان عن الجدول كامل، وأشار: سيكون هناك اشتراك من الأندية لتحديد المباريات والمؤجلات بداية من الموسم المقبل، والمؤجلات ستكون محددة دون تدخل شخصي، وكل هذه مكتسبات اتحققت البعض منها والآخر سيتم خلال شهور قليلة. وأردف: تم تحويل الحكام للتحكيم، وكل الشكاوى ضد الحكام سيتم التحقيق فيها. الموضوع ليس معركة مع الأهلي لأن أي فريق سيستفيد من التنظيم الكامل، ورأينا الأهلي غير راضي عن الجدول. واختتم: هل تواصلتم مع الأهلي؟ الأهلي ليس طرف، وحصل تواصل مع معظم أندية الدوري واتفقوا على أن المواقف ستكون جماعية من كل الأندية. لماذا مباراة الأهلي؟ الحظ والصدفة البحتة هي من أوقعت الأهلي في المباراة التالية، وهذا أمر جيد لأنها تحظى باهتمام كبير. أحمد سالم: الأزمة الأخيرة الخاصة بموقف الزمالك من استكمال الدوري أظهرت أوجه إعلامية قبيحة تظهر خلاف ما تبطن، واستخدمت ألفاظ غير مقبولة، وبنقول لهم إحنا شايفين وعارفين أسلوبكم. وأضاف: في وجوه إعلامية تم مقاطعتها لأنها تستحق ذلك، وهناك إجراءات تم اتخاذها من أجل إرضاء نادي الزمالك. وأضاف: لماذا أفوت مباراة تحصيل حاصل في الدوري ولدينا مباراة هامة في السوبر؟ لكن الزمالك مش بيخاف من حد. أحمد سالم: كل الاحترام والتقدير لجماهير نادي الزمالك، لكن المجلس لا يتخذ قرارات جماهيرية، وكل الاحترام للجماهير، وهناك تفاصيل بتكون أوضح أمام صانع القرار وهو يتحمل كافة النتائج. وكل الاحترام والتقدير لجماهير الزمالك، وأوضح صانع القرار بيكون عنده وجهة نظر مختلفة عن البعيد عن اتخاذ القرار، مثل ما حدث من الرئيس السادات عند توقيع اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني، ووقتها عارضت الجماهير، ثم بعد مدة أطول اكتشفنا مدى صحة هذا القرار. أحمد سالم بسؤاله: البعض يقول أن الزمالك كان يخشى مواجهة الأهلي، هذا دعم ساذج جدا لسببين: الأول أن آخر مباراة أمام الأهلي حققنا الفوز ولا يوجد تفاوت مستوى بين الناديين يجعلنا نخاف من مواجهة الأهلي. أحمد سليمان: الجمهور عنده حق في أمور لنا رؤية ومصلحة عامة فيها، وفي عقوبات وحقوق رعاية ونظرة مختلفة لما كمجلس إدارة وتابع، لكن الجمهور عنده حق وهنتحملهم في اللي بيقولوه، وهنتقبل هجومهم علينا، ونوعدهم إن الزمالك هيكون مختلف الموسم المقبل. واختتم: سبب الجمهور سيب الجمهور يطلع اللي جواه، وهنتقبل هجومهم علينا وكل اللي بيقولوه.
حسن شحاتة لازم أقول رسالة للجماهير إنها تبقى ورا النادي مهما كان أي قرار، وتابع الجمهور لازم يكون في ظهر النادي في التوقيت ده حتى لو زعلان من قرار الإدارة، وأتم الجمهور لازم يتقبل قرار الإدارة لأنهم أكتر ناس ملمة بالكواليس وتكون ورا فريقها في الفترة دي مش بالعكس. احمد سليمان كنت قاعد مع جوميز قلت له اي لاعب يطلب من المنتخب الاولمبي وافق حتى لو زيزو، ورد حماده صدقي لو الزمالك بينافس على الدوري هترفض انما الاهلي بينافس وموقفه مختلف. ليجيب سليمان موقف الزمالك مع المنتخبات طول عمره داعم. ليرد حسن شحاته لا احنا المنتخبات عندنا اهم من الانديه. حسن شحاته الظلم اللي تعرض له الزمالك مش من الأندية ولكن من الحكام، وأرجو أن يعيدوا النظر في قراراتهم. وأضاف على سبيل المثال أنا كان ليا هدف وضيع الدوري مننا وكان في حكم اسمه احمد بلال لغى ليا جون مؤكد كنت انت لسه ما اتولدتش يا مهيب. وردا على سؤال ان الزمالك يعيش المظلوميه دائما اشار شحاته بالتاكيد الزمالك اتظلم كتير وفي حالات كتير بس ما اقدرش اقول لك في كل المباريات ولكن هناك اخطاء. احمد سليمان الزمالك خد موقف والدنيا اتقلبت، ووزير الشباب والرياضه قعد مع كابتن حسين لبيب رئيس الزمالك ومع النائب احمد دياب رئيس الرابطه وتم الاتفاق ان الموسم الجاي هيكون الشكل مختلف والانديه هيتاخد رايها في كل حاجه. ومن جانب حسن شحاته يا كابتن احمد انت حضرتك بتقول رئيس الزمالك قعد مع وزير الشباب والرياضه حصل ايه بقى بخصوص الموسم ده؟ انا مالي بالموسم الجاي. واضاف ما تضحكش انا بتكلم بجد، الزمالك كان بيتكلم على الموسم الحالي فانت دلوقتي الوزير عمل لك ايه؟ وتدخل مهيب عبد الهادي الوزير ملوش علاقه بالموضوع ولا صاحب قرار، هو كان قاعد يستمع للشكاوى. اللي يرد احمد سليمان انا ما كنتش عايز اقول كده بس في ازمه بين اتحاد الكره والرابطه وملف الحكام اساس الازمه مع اتحاد الكره ودول ما قعدوش في القعده. احمد سليمان في فساد كروي ومحدش بيتكلم وعضو الرابطه طلع اساء للزمالك وبعدها كان بيعتذر في كل القنوات وتابع منذ هدف كابتن حسن شحاته الشهير الملغي انا لا اثق في الحكام وادري عبد العظيم نعترض عليه ويحكم انا لا اثق في الحكام. واضاف في صراع بين الرابطه واتحاد الكره الرابطه بتهاجم الحكام كان هناك اخطاء قاتله في مباراه بيراميدز وسموحه ويقولوا الماتش هيتعاد مش في لجان ما تصبر لما لجنة المسابقات تصدر القرار اللوائح مطاطة لكن العملية مشخصنة. أحمد سليمان ليه اعتذرنا ورجعنا الموضوع ده خاص بمجلس الإدارة وفي متحدث رسمي وأي قرار له إيجابيات وسلبيات وفي انتفاضة من معظم الأندية وأندية أصدرت بيانات بنمشي العجلة الموسم ده لكن السنة الجاية مفيش هزار. وزاد الزمالك كان موقوف القيد وفكينا القيد وجبنا 11 صفقة وكل الخبراء قالوا نكسب الاهلي في نهائي الكاس وكنا الاحسن وحصل عدم توفيق وبعدها فزنا على الاهلي في الدوري. قدرنا نفوز بالكونفدراليه. القصه ازاي الزمالك يقف على رجله؟ اعلامي اهلاوي طلع بعد الفوز بالكونفدراليه مباشره وقال عقوبات قاتله ما تسيبني افرح هو انا مش نادي مصري. وشد لما الزمالك بدا يقف الكل بيهاجم اعلام وحكام وغيره واخدنا بطوله افريقيا في ظروف صعبه وحروب شغاله ولازم نقف والوقفات الجاية صعبة. وأشار مجلس الإدارة بيدور على مصالحه وفي خسائر كبيرة وحقوق رعاية الجمهور عنده حق لكن في أمور لنا رؤية ومصلحة عامة وفي عقوبات ورعاية ونظرات مختلفة. احمد سليمان الاهلي عنده شعار بيدور على مصالحه ولسه عاملين توأمة مع الاهلي. الاقي المجله كاتبين الهروب الكبير ومتعوده دايما وفي مقالات جوه العدد صعبه جدا وتابعه هو الاهلي كبير على الاعتذار للزمالك اسم رئيس النادي على المجله وتحته العنوان المسيء وشدد عليه كده تاني الاهلي مش كبير على الاعتذار مفيش اعتذار مباشر من الاهلي العدد صعب جدا ورقم واحد كان المفروض يسحبوه من السوق. واختتم كنا بنعتذر عن اخطاء سابقه واعلاميين بيبينوا للنادي انهم حبايب. احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره السابق ما حصلش اني اخفيت جواب ايقاف قيد الزمالك مع حسين لبيب ما حصلش اني اتفقت مع حسين لبيب على ضغط مباريات الاهلي في موسم 2021 وشدد انا كنت قاعد مع حسين لبيب ورؤساء الانديه. لبيب طلب ياجل مباريات زي الاهلي قلت له هو اشمعنى وخلاص وقلت له الاهلي اللي المفروض يشتكي من ضغط المباريات فحولوها اني اتفقت معاه اضغط ماتشات الاهلي واتم كلمه انت اهلاوي سبب ايقاف شيكابالا في موسم التتويج بالدوري. لا تقرير الحكم هو اللي وقف شيكابالا. ايهاب الكومي اجتمعنا مع بيريرا وعرضنا شكوى الانديه وقال هيرد علينا خلال اسبوع هنقعد بعد نهايه عقد بيريرا نقيم ونشوف الايجابي والسلبي لكن احنا لو قعدنا كمجلس اداره الاغلبيه هتختار رحيله والاعتماد على عنصر مصري. وتطرق محمود عاشور من الحكام الكبار اللي بنتشرف بيها احنا قلبا وقالبا مع محمود عاشور في شركة سياحة خاصة بمحمود عاشور وهو طلب من جمال علام يكون موجود في السعودية بحيث يكون جنب شغله علشان موسم الحج. وأكد بيريرا اتكلم على موضوع عاشور وقال إن أنا منتظر عودته علشان عامل له برنامج مكثف جدا قبل الأولمبيد وزاد عاشور مع رجوعه هياخد مباريات قبل الأولمبيد.
سيد عبد الحفيظ مفيش حد هيكون خايف على مصلحة الزمالك قد الناس الموجودة دلوقتي، ومحدش يقدر يزايد على كده. وأضاف هم شافوا إن في وقت من الأوقات إن عندهم وقفة لازم تتعمل سواء كانت منطقية أو لأ، لها أسبابها وبيسألوا عنها. وأشار الناس خدوا موقف وكان ليهم حق في نقطة مهمة، وهي فكرة الاعتراض على طاقم تحكيمي معين، وتاني يوم الحكام دول يديروا مباريات هامة في دورة الترقي، وده موقف لا يصح مع نادي الزمالك. سيد عبد الحفيظ كابتن أحمد حسام ميدو شخصية معروفة وبيتكلم كويس، ساعات بيكون في تضارب في تصريحاته لكن أحترمه على المستوى الشخصي. وأشار رأيي في موضوع المناظرات والمواجهات بشكل متكرر قتلت بحثا قد تحدثوا عندما يكون هناك طرح مختلف وقضايا جديدة. وأضاف الجمودية تكون بإدارتك وفكرك وشخصيتك وتقاليدك وتربيتك، أنت جامد عشان كده. أحمد مجاهد صاحب الخبرة لما يكون في مكان يتفادى المشكلة بدري. الزمالك طلب طلبات مش ممكن في الوقت ده تتحقق، وأشار ما تمش التعامل مع الأزمة بشكل كويس، وكمان خرجت خطابات لأكثر من جهة، ده ما كانش موفق. وزاد المشهد كله كان عبثي، لو حد موجود من أصحاب الخبرة كان ممكن يتفادى المشكلة، والجمهور هيحاول ياخد أي بطولة زي ما كان زمان نقع في الشارع نقوم تقول إيه رأيك في الوقعة دي. وشدد إزاي الزمالك يطلب لجنة من بره الرابطة والاتحاد، الاتنين منتخبين ووقت الانتخابات ابقى اختاروا الناس تانية. واستطرد الجدول طبعا في مشاكل كتيرة جدا، يكفي إن بيراميدز سابق ب6 ماتشات ووصل. ما اقدرش أقول إن الزمالك غلطان في طلباته، لكن في بعض الطلبات متحفظ عليها، زي مثلا هات لي لجنة من بره تدير. وتشدد احمد دياب شريك في جدول الدوري، الناس بتهاجم عامر حسين ليه؟ هو اصلا مش من الرابطه. واضاف موسم كورونا سبب رئيسي في المشاكل لكن مش هو السبب في كل المشاكل. انا خلصت دوري بعد كورونا 27 اغسطس رغم اني كنت بادئ في ديسمبر، وكان في ارتباطات كتيره قاريه وكان ممكن نصلح، لكن ده ما حصلش. واتم موسم استثنائي، لو صاحب خبره يقدر يعدي بالموسم. سيف زاهر حصل تعنيف شديد من كولر لمترجمه، واستمر كولر عنف المترجم بعد ما نزل بوست قال ان الزمالك اداني هديه عيد ميلادي بعد ما انسحب وخدنا ال3 نقط. وقتما اتكلمت مع مسؤول كبير في الاهلي وقال لي سكه الخلاف مع الزمالك مش هنرجع لها تاني، احنا قافلين الباب ده سواء بقى تصريح او مجله او غيره. سيف زاهر الزمالك جزء مهم في منظومه كره القدم. قصه مجلس اداره نادي الزمالك كانت واضحه ان اتخذ موقف علشان تعدل الوضع، وشدد الناس تقول لك كل حاجه لازم تتغير في 24 ساعه. انا بستغرب السكه دي، الموضوع مش كده خالص، والموضوع مش انتصار للاهلي ولا للزمالك. الموضوع ان الناس شايفه ان في مظلمه فخدوا موقف كبير جدا، هو ده الموضوع. وتابع ممكن عامر حسين يكون استخدم اسلوب ما مشيش مع الزمالك، مفيش مشكله لو قاعد او مشي. مجلس الزمالك اخذ القرار في مباراه كبيره علشان يخض، المجلس خد قرار والجمهور ساند واستطرد. سمعنا الايام اللي فاتت ان في قرارات كتيره وتعديلات وتحقيقات، لو الزمالك ما خدش موقف ما كانش ده هيحصل. وشدد الزمالك قال لك انا ضحيت ب3 نقط علشان احرك المياه الراكده. الناس بقى تقول لك كمل دوس يا كابتن لبيب، مش عاوزين نلعب في الدوري. طب ازاي؟ واكد الناس فهمت ان مجلس اداره نادي الزمالك ما بيهزرش، ناس كتيره عندها مشاكل وازمات لكن الزمالك الجامد والقوي علشان كده واقف. وقال لقطه مجلس الزمالك ما فيهاش مكسب وخساره، هي موقف علشان الناس تسمع لاداره الزمالك. لازم اتحاد الكوره يوجه الشكر للجنه الحكام النهارده قبل البكره، واتحاد الكرة كان لازم يمنع أحمد الغندور والبنا من إدارة مباريات الترقي بعد أزمة الزمالك. وارد إن حكم ما يكونش موفق. بس كده هي دي كل الأخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات. سلام.